تعالى اقولك ازاي بنص كيلو دقيق وكوباية لبن عملت الفطاير التحفة دي. لذيذة ومغذية، وعايزة اقولك طعمها كان رهيب وعجبت الاولاد جدا. يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. بس ما تنسوش لو بتشوفوني لأول مرة تعملولي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. عندي هنا كوباية من اللبن الدافي، عليها ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من السكر، وعندي هنا بيضة، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة او مكعب صغير من الخميرة الطازة. وهقلب كويس المكونات السايلة مع بعض. وهغطي شوية لحد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل. بعد ما الخميرة بتاعتي تفاعلت هبدأ انزل بالدقيق بتاعي بالتدريج. بدأت الاول ب3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، وببدأ ان انا اعجن. طبعا مش بننزل بالدقيق بتاعنا كله مرة واحدة، علشان كل نوع دقيق بيختلف. طبعا لازم يكون دقيق مخبوزات، لو مش متوفر هيبقى دقيق متعدد الاستخدامات. ونبدأ بقى نعجن بالشكل ده كده. طبعا انا حسيتها ان هي عايزة دقيق تاني، فبدأت انزل بربع كوباية من الدقيق بالتدريج. كان اجمالي عدد كوبايات الدقيق 3 كوبايات وربع، يعني بالظبط 500 جرام. هبدأ بقى ان انا اعجن كويس بالشكل ده لحد ما العجينة بتاعتي تتماسك وما تبقاش بتلزق في ايدي. بعد بقى ما العجينة بتاعتي تماسكت بالشكل ده هنزل بقى بيها على الرخامة وابدأ اعجن بالطريقة بتاعتي اللي احنا متعودين عليها. الطريقة دي طبعا يعني ده سر نجاح المعجنات، لان احنا كده بنشغل مادة الجلوتين اللي في الدقيق. بعد ما العجينة لمت معايا بالشكل ده وبقت ناعمة ومش بتلزق في الايد، هجيب البولة بتاعتي عليها نقطة من الزيت، واحط العجينة بتاعتي واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. بعد ما العجينة خمرت معايا بالشكل ده هبدأ بقى ان انا اشيلها من البولة بتاعتي كده واقسمها لكرات. طبعا لازم الكرات كلها تبقى قد بعض. الكمية دي عملت معايا 12 كورة، كل كورة وزنها حوالي 73 جرام. هنغطيها ونسيبهم يرتاحوا شوية. بعد ما ارتاحوا معايا بالشكل ده كده هبدأ ان انا انزل احط نقطة من الزيت على الرخامة بتاعتي، وابدأ ان انا افرد في اول قطعة بالشكل ده كده. بعد كده بقسم المستطيل بتاعي بالنص كده. النص اللي تحت بقسمه ل3، والنص اللي فوق بحط فيه جبنة بالشكل ده وبقفله كويس. ببدأ بقى الجزء اللي تحت افرده بقى بالشكل ده كده، ببعدهم عن بعض وابدأ بقى ان انا اضفرها ضفيرة عادية خالص زي ما انتوا شايفيني كده. بجيب الجنب اليمين واحطه في النص، والجنب الشمال واحطه في النص، وهكذا لحد ما تتشكل معايا ضفيرة بالشكل ده. بعد ما الضفيرة اتشكلت معايا ببدأ بقى ان انا ارفعها على الجزء اللي فوق واقفلها من تحت كويس جدا. يلا نعمل واحدة تانية.
بنفردها على شكل مستطيل كده على الرخامة. اهم حاجة نكون دهنين الرخامة بتاعتنا نقطة من الزيت. بعد ما فردتها بالشكل ده بقسمها لنصين كده. النص اللي تحت ببدأ ان انا اقسمه على 3 اجزاء، 3 شرايط، والجزء اللي فوق ببدأ ان انا احشيه بالجبنة واقفله كويس. بعد ما بقفله بنزل بقى على الجزء اللي تحت، ببدأ ان انا اضفره ضفيرة عادية جدا. بجيب الجنب اليمين واحطه في النص، بعد كده الجنب الشمال واحطه في النص، وهكذا لحد ما تتكون معايا ضفيرة. بقفل الضفيرة من تحت كويس جدا، وبعد كده بقفلها وبرفعها على الجزء اللي فوق، وابدأ ان انا اقفلها من تحت كده وافردها بالشكل ده، وارصها بقى في الصينية بتاعتي واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. بعد ما بتخمر معايا ببدأ ان انا اطلعها وادهنها بالبيض عليه معلقة من اللبن ونقطة من الخل. وطبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي، بكون مسخناه. بنرش بقى سمسم او ممكن نسيبها سادة زي ما هي وندخلها الفرن. بتطلع معايا بالشكل ده، بتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. بعد ما بتطلع بنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة علشان تفضل معانا طرية بالشكل ده. عايزة اقول لكم طعمها كان رهيب وريحتها تحفة جدا، وطبعا يعني شكلها جديد وبيفتح نفس الاولاد كده على الاكل، وتنفع طبعا معاهم في اللانش بوكس. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ هستناكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.